ازيك يا عزيزي؟ بجد ليك وحشة. جايلك بجزء جديد من حكاية بطلنا بيضة التنين، وعارف اني اتأخرت عليك عشان كده منزل الفيديو ده سلك بيه سنانك عشان بكرة هنزلك الأجزاء الجديدة وهيبقى ضرب نار. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. بعد ما طمن ان السحلية السوداء نامت عشان تستريح من إصابتها، قرر انه يجرب مهارة التحول البشري فورا، بس طبعا لازم ياخد احتياطاته بعيد عن الكهف عشان السحلية ما تتخضش لو صحيت فجأة ولقيته بقى إنسان. وهو ماشي لوحده بدأ يسرح بخياله: انا مش عايز اروح القرية ولا اتعامل مع بشر ولا اشوف ميريا تاني. لا لا، مش بفكر كده خالص. وبعدين بيعترف لنفسه: اوكي بفكر في كده شويه، بس مش مصدق ان مهاره تحول بشري جات لي في اللحظه اللي قلت فيها اني مش عايزها. الافكار بدات تخش دماغه: طب لو بقيت انسان هعمل ايه؟ انا مش عايز اسيب السحليه السوداء، بس في نفس الوقت فكره اني اعيش في قريه حقيقيه حلوه قوي. يمكن اقدر اقسم وقتي 3 ايام في الكهف 3 ايام في القريه. مجرد احتماليه انه يقدر يكسب ثقه البشر كانت مخليه متحمس جدا. الحماس وصل لاقصى درجه وبدا يتخيل شكله هيبقى ازاي. يا رب اطلع شاب وسيم وحلاوه. طب لو طلعت بنت، يا نهار ابيض طلعت بنت حلوه، افضل ابص لنفسي في النار كل شويه. بعد ما غرق في احلام اليقظه قرر انه مفيش وقت يضيعه، لازم يجرب. وقف في مكان فاضي وصرخ بكل حماس: تحول البشري. جسمه بدا يتغير، يتلوى، يتشكل بطريقه غريبه. الضوء غطاه لحظات، ولما النور اختفى بص على انعكاسه في الميه والصدمه كانت اكبر من اي حاجه تخيلها. ايه ده انا اللي شافه ما كانش شاب وسيم ولا بنت جميله، كان لحم بشع، شكله مقزز اكتر من شكل تنين طاعون نفسه، كتله من اللحم المشوه بالكاد ليها ملامح بشريه. الصدمه اتحولت لغضب وقرف. ايه القرف ده؟ شكلي بقى ابشع من الاول. هي دي مهاره التحول البشري؟ صرخ في صوت النظام وقال له: هو انت كم مره تديني امل وبعدين تسحبه مني يا صوت يا غبي؟ والاسوأ من الشكل ان النظام اظهر له قيود التحول ده: الهجوم قل للنص والدفاع للنص برضه. مش بس شكله بشع، ده كمان بقى اضعف بكتير. هجومه ودفاعه اتقسموا للنص، ونقاط السحر بتاعته كان بيتسحب بسرعه رهيبه. ما قدرش يستحمل المنظر ده اكتر من كده، وبكل احباط لغى التحول ورجع لشكله التنين الاصلي. حلمه الجميل اتحول لكابوس في ثواني. في الوقت ده المشهد بينتقل لمكان تاني خالص. بنشوف شخصيتين جداد: بنت اسمها ميلتيا ومع بنت تانية شكلها لطيف عندها ديل ودنين كلب اسمها يونو. الاتنين دول مغامرين وماشيين في الغابه في مهمه من رتبه سي. يونو كانت قلقانه شويه وبتسال ميلتيا: ليه خدنا مهمه من رتبه سي واحنا لوحدنا؟ دي تعتبر صعبه مش كده؟ مش كان المفروض نستنى باقي فريقنا؟ ميلتيا بترد عليها بكل برود وثقه: في الحقيقه الموضوع اسهل وانت بس اللي معايا، لو الدنيا باظت اقدر اهرب بسهوله. يونو بتتخض وتقول لها: ايه ده؟ انا مش واثقه اني اعرف اهرب. هو انت فاكرين السريع عشان نص كلب ولا ايه؟ قصدك ان عادي لو انا مت؟ ميلتيا بتضحك وتقول لها انها بتهزر، وبتوضح ان المهمه دي على الرغم انها رتبه سي الا ان الهدف منها مش قتال وحوش لكن البحث في الغابه، عشان كده هي مش شايفه انها خطيره قوي. المهمه بتاعتهم كانت غريبه شويه، بيدوروا على المغامر اللي اسمه دوز اللي المفروض انه مات. المهمه دي طلبتها منه ماريال اللي شفناها في قريه البشر قبل كده. ماريال بتطلب من ماريا انها تخرج عشان الكلام اللي جاي سري، وبنعرف تفاصيل اكتر عن المهمه. ماريال بتوضح لميلتيا ان دوز ده كان فريق مع ماريا وانهم حاربوا تنين صخري وهو مات في المعركه، لكن انتشرت اشاعه انه لسه عايش. وماريا اللي حاسه بالذنب لموته بقت بتدخل الغابه الخطيره دي لوحدها عشان تدور عليه. الهدف الحقيقي من المهمه هو ان ميلتيا ويونو يدوروا في الغابه ويلاقي اي دليل يثبت ان دوس مات فعلا، زي جثته مثلا، او على الاقل يدوروا كام يوم ويرجعوا يقولوا انهم ما لقوش اي شخص مريب. كل ده عشان يخلوا ماريا تقتنع بالحقيقه وتوقف عن تعريض نفسها للخطر. بعد فتره من البحث ميلتا ويونو قدروا يهزموا وحش بصعوبه. الدنيا كانت ابتدت تليل ولسه ما فيش اي اثر لدوز. الوحوش كانت بتبقى اقوى كل ما يتعمقوا في الغابه، فقرروا انهم يرجعوا. هم في طريقهم لاحظوا حاجه غريبه عند مدخل كهف: تمثالين منحوتين، واحد شبه التنين والتاني شبه انسان. ميلتي استغربت وقالت انها ما تعرفش اي معتقدات تبع التنين في القريه دي، بس حست ان التماثيل دي مشحونه بقوه سحريه كبيره. ينو بحاسه الشم القويه بتاعتها شمت ريحه لحمه جايه من جوه الكهف. الفضول خلاهم يقرروا يدخلوا يستكشفوا. الكهف ده كان طبعا كهف بطننا. جوه انبهروا باللي شافوه: الكهف منور بفتره مضيء على الحيطان، وفي فر وحيوانات متفرش على الارض، وحله كبيره على النار فيها اكل ريحته حلوه ومليانه فواكه حمراء. ينو عرفت ان الفواكه دي نوع غالي من التوابل اسمه الذهب الاحمر او الفلفل. كانت هتاخد شويه منهم لكن ميلتي منعتها وحذرتها ان الكهف ده غالبا مخبأ لصوص وانهم ممكن يقعوا في مشاكل لو اتجابوا. فجاه ميلتيا لمحت حاجه بتتحرك في الضلمه وصرخت في انه تبعد، وبنكتشف ان الحاجه دي كانت اميره السم. قرصه واحده منها ممكن تموت. لحسن حظهم ان اميره السم مشيت. ميلتيا قررت انهم لازم يرجعوا من الكهف ده فورا. كل ده كان بيحصل وبطلنا تنين واقف بره بيراقبهم من بعيد. كان مبسوط وفخور بنفسه ان شقته عجبتهم. فكر وقال: اكيد منبهرين بالكهف بتاعي. طب لو ظهرت دلوقتي بس رجع لعقله بسرعه، لا هيفتكروا اني وحش عادي دخل الكهف وهيهجموا عليا. وهنا جات له فكره يائسه، فكره مجنونه بس كانت الامل الوحيد. ماليش حل تاني، استخدم التحول البشري مره تانية. فكر مع نفسه وقال: العالم ده فيه انصاف بشر زي البنت اللي عندها ديل كلب، في احتمال لو بسيط انهم يفتكرون نوع من انواع البشر. بكل امل متبقي جواه حول لشكله البشري المقزز، وخرج قدامهم وهو بيحاول يبتسم ابتسامه ودوده وبيقول بصوت غريب: اهلا ازيكم. النتيجه كانت كارثيه. ميلتا ويونو شافوا الكائن اللحمي البشع ده واتجمدوا مكانهم من الرعب. ميلتا صرخت في يونو: ما تخافيش يا يونو. يونو ردت بخوف: حاضر. ميلتا رفعت سيفها اللي نور فجاه وضربت ضربه سحريه قويه. الضربه خبطت في بطننا اللي كان ضعيف اصلا في الهيئه دي وخلته يرجع لشكله التنيني. اول ما شافوه تنين، ميلتيا صرخت وقالت: ده تنين طاعون وبتقول ان نقاط السحر بتاعتي خلصت، فيلا بينا نهرب. ويهربوا باقصى سرعه وسابوا بطننا واقف لوحده مصدوم ومجروح ودموعه بتنزل. كان بيحاول يقول لهم استنوا انا بس، لكنهم كانوا اختفوا. كانت لحظه انتصار حقيقيه. بعد الصدمه العاطفيه دي بطننا كان محبط ومكتئب جدا. تاني يوم صح من النوم
هو لسه متضايق من اللي حصل امبارح، كان اسوأ يوم في حياتي، مع اني اخيرا اخدت مهاره التحول البشري. وعلشان يخرج نفسه من حاله الاحباط دي قرر يعمل حاجه ترفع من معنوياته وهي الانتقام. كان في مجموعه قرود مزعجه دايما بتسرق اللحمه المقدده اللي بيعملها. قرر يديهم درس عمرهم ما ينسوه. راح للسحليه السوداء وطلب منها طلب غريب: عايز اطلب منك طلب. في شويه قرود اغبياء يسرقوا اللحمه اللي بعملها، وعايز احط سم في اللحمه عشان اربيهم. عايز السم يكون اقوى حاجه ممكنه من غير لون او ريحه عشان ما يكتشفوش. تقدري تعمله لي؟ السحليه السوداء كالعاده نفذت طلبه على اكمل وجه وعملت له سم شفاف من غير اي ريحه. بطنها كان معجب جدا بقدراتها، حط السم على اللحمه وسابها كطعم للقرود. الخطه نجحت. القرود جت سرقت اللحمه المسمومه واكلتها. السم بدا يشتغل. واحد من القرود بدا يترنح ويقع من الضعف. بطن استغل الفرصه وهجم عليهم وهو بيصرخ: انا اوريكم يا شويه حراميه ازاي تسرقوا اكل الناس، اقضي عليكم كلكم. وبدا يضرب فيهم بسهوله. بطننا كان مستمتع بانتصاره السهل. لكن فجاه واحد من القرود عمل صوت غريب. بطننا استغرب: ايه الصوت ده؟ معناه ايه؟ اكتشف ان دي كانت مهاره لطلب الدعم. وفجاه الارض اهتزت وظهر ما بين الشجر وحش ضخم عملاق. ده كان زعيم القطيع بتاع القرود، وحش من رتبه موجب دي. بطننا ادرك ان القرود لما لقوا نفسهم مش قادرين عليه استدعوا وحش اقوى منهم. بسرعه استخدم مهاره التقييم عشان يشوف قدرات الوحش ده. اكتشف ان هجومه ودفاعه في نفس مستوى هجوم ودفاع بطننا، لكن عنده مهارات خاصه خطيره زي زعيم العشيره اللي بتقوي كل اتباعه. يا نهار ابيض، عنده مهاره بتقوي اتباعه! لازم اخلص الموضوع ده بسرعه، لكنه اتاخر. انسان الغاب العملاق ده استخدم مهاراته، والقرود الصغيره اللي كانت ضعيفه من السم فجاه بقت اسرع واقوى بكتير. المعركه اتقلبت 180 درجه. القرود بقت بتهجم عليه بسرعه وهو مش ملاحق عليهم. وسط الفوضى دي انسان الغاب العملاق ضرب السحليه السوداء وقع على الارض. الوضع كان بيستاد سوء. بطلنا سأل صوت النظام عن معلومات اكتر عن الوحش العملاق. عرف النسخة متطورة من القرد العادي، وانه بيوصل للمرحلة دي بعد ما يقاتل ويهزم الزعيم القديم وياخد مكانه. التطور عن طريق القتال شيء مقدس في عشيرتهم. وسط كل المعلومات دي بطلنا لمح مهارة مهمة جدا عند انسان الغاب العملاق، وهي التخاطر. هنا جات له فكرة يمكن يقدر يتفاوض معاه. بطلنا مسك واحد من القرود وبدأ يهدده. قال له: انا عارف ان عندك مهارة التخاطر. ساعتها الوحش العملاق اتفاجئ ورد عليه بالتخاطر مثير للاهتمام: شكلك عارف قدراتي. بطلنا عرض عليه الصفقة. القرد ده يموت من السم، بس السحلية السوداء تقدر تديله ترياق. لو عملت كده لازم تسيبنا نمشي. لكن رد الزعيم كان قاطع: مستحيل، انتم اثبتوا انكم خطر كبير علينا لدرجه اننا ما نقدرش نتجاهلكم. الافضل ان نقضي عليكم دلوقتي واحنا عندنا الفرصه، حتى لو ده هيسبب تضحيات. فلسفه الوحش العملاق كانت واضحه: البقاء للاقوى، الضعفاء بيموتوا، ودي طريقه عشيرتنا. زي ما انا قتلت جدي واعتليت العرش. بطلنا ادرك ان مفيش اي مجال للتفاوض، والوضع كان ميؤوس منه، لكن ما استسلمش. في لحظه ياس صرخ والي للزعيم: طب خلاص يلا نتحارب، انا بتحداك في مبارزه. فكره المبارزه كانت غريبه، لكنها لمست وتر حساس عند الوحش العملاق. رد عليه وقال له: في عالمنا المبارزات بتحصل بس في النزاعات بين العشائر، او لما حد يحاول ياخد مكان الزعيم. اللي بتعمله ده ملوش علاقه باللي بيحصل دلوقتي، بس ممكن ينجح. القواعد ممكن تطبق حتى لو بنحارب فصيله تانية، بس بشرط واحد: انك انت والسحليه دي تكونوا عشيره لوحدكم. وطن رد من غير تردد: احنا عشيره. انسان الغاب العملاق قبل التحدي. تمام، انا قبلت تحديك. المبارزه طقس مقدس، محدش يقدر يتدخل لحد ما يكون في فايز. لكن الزعيم كان عنده خطه خبيثه. امر اتباع من القرود انهم يمسكوا السحليه السوداء. لما بطلنا صرخ فيه: انت بتعمل ايه؟ رد عليه ببرود: ما تفهمش غلط، ده بس عشان اضمن السحليه السوداء هتحترم قواعد المبارزه وهيتم اطلاق سراحها لو هزمتني. بكده ضمن ان المعركه هتكون واحد ضد واحد فعلا. المبارزه بدات. بطلنا كان في موقف صعب. انسان الغاب العملاق كان موقف بسبب مهاراته الداعمه. في البدايه بطلنا فضل يجري ويلف حواليه بيحاول يلاقي نقطه ضعف. الزعيم بدا يصرخ منه ويقول له: مالك يا تنين صغير، الجري مش قتال، افعالك دي اهانه لينا ولطقوسنا المقدسه. بطلنا عرف انه لازم يهجم. استخدم مهاره هجوم الذيل الدوار ونجح انه يسبب ارتباك بسيط للزعيم. لكن الوحش العملاق استخدم مهاره سرعه وحول كون نقاط السحر بتاعته لسرعه. بقى سريع جدا لدرجه ان بطلنا مستحيل يقدر يهرب منه. في اللحظه دي بطلنا ادرك ان مفيش مفر، لازم يواجهه وش لوش. قرر يستفزه ويقول له: دي مبارزه بين زعيمين، هجم عليا وش لوش ولا انت خايف؟ الاستفزاز نجح. كبرياء الزعيم منعه من انه يرفض. هجم على بطلنا بكل قوته وبدات معركه لكمات عنيفه ووحشيه. الاثنين فضلوا يضربوا في بعض من غير توقف، كل واحد بيحاول يوقع التاني. بطلنا كان بيوصل لاخر نفس فيه، حس انه هينهار. جمع كل قوته الباقيه في ضربه اخيره وهو بيصرخ وبيقول ان ده لهجوم التنين المضاد. مارد لكمه التنين بتاعته طاقت لمستوى ثالث. لحظه افتكروا انه كسب، لكنه صدم لما الوحش العملاق قدر يرد على هجوم المضاد بهجوم مضاد تاني. الضربه الاخيره كان قاضيه للاثنين. الاثنين ما قدروش يستحملوا وعلى الارض من الالم والارهاق. وبنكتشف بعدين ان بطلنا كسب. صوت النظام ظهر مره تانيه وبيقول له: لقد حصلت على 162 نقطه خبره، وبسبب تاثير لقب البدله المتحركه لقد حصلت على 162 نقطه خبره اضافيه. وارتفع مستوى تنين الطاعون الصغير من 37 ل 39، وحصلت على لقب زعيم العشيره المستوى الاول. بطلنا مرهق لكنه حقق فوز مستحيل. مش بس كسب معركه، ده كمان كسب احترام عشيره كامله وحصل على لقب جديد بيفتح ابواب لامكانيات كتيره في المستقبل. وفي نهايه الحلقه يا عزيزي تنساش تصلي على النبي وتصلي، لان صلاتك اهم من الفيديو اللي انت بتتفرج عليه. سلام.